يا سيادة المدير، نعم، في ايه؟ في ولد بيجي كل يوم بيحط 50 جنيه. احنا خايفين احسن يكون بيسرقهم. طيب دخلهولي المكتب. حاضر يا فندم. انت فعلا بتحط 50 جنيه كل يوم في البنك؟ ايوه يا سيادة المدير. طب انت بتجيب الفلوس دي منين عشان تيجي تحطها كل يوم في البنك؟ راهن الناس وبكسب الرهان باخد ال50 جنيه. تحب تجرب يا عمو؟ مفيش مشكلة، موافق. راهنك على 50 جنيه ان انا اقدر اقف على ايد واحدة. موافق، وريني كده. اهو يا عمو. ياه، برافو عليك يا حبيبي، امسك. شكرا يا عمو، باي. يا طفل عسل وكيوت صحيح. كيوت ايه يا فندم؟ ده حركة اي عيل صغير يعملها. يعني ايه؟ العيل الصغير ده ضحك عليا. بكرة الصبح أول ما يجي البنك تدخلهولي على المكتب على طول. نعم يا عمو. انت امبارح ضحكت عليا وعملت حركة هبلة وخدت 50 جنيه. أنا عاوز ال50 جنيه بتاعتي. بص يا عمو، انا هعمل لك رهان تاني. لو كسبتني تاخد 200 جنيه، لو خسرت مش هاخد منك حاجة. حلو ده، موافق. بس ليا شرط يا عمو، تجيب موظفين البنك يشهدوا علينا. اجمع لي يا ابني موظفين البنك. بعتلك الموظفين يا باشا. ماشي يا عمو، هراهنك على 200 جنيه ان الهدوم الداخلية بتاعتك لونها ازرق. هقاو لونها مش أزرق. لابس بيت وجلي على البنطلون عشان نشوف. ويا سيدي. صح يا عمو، انت كسبتني، اتفضل. ايه ده؟ بس غريبة، انت مش زعلان انك خسرت؟ مين قال اللي انا خسرت؟ انا راهنت الموظفين بتوع البنك ان انا اقلعك المنطلون على 1000 جنيه من كل موظف.